كابتن زي ما قلنا قبل كده الاهلي هيجدد لمحمود متولي وياسر ابراهيم، دول اللي ضامنين مكانهم. تمام. ايمن اشرف هيبدل كبديل، هيجدد كبديل. تمام. عندنا مشكله في 2 لعيبه. مين هم؟ الاثنين لعيبه حسين الشحات تمام ورامي ربيعه. الراجل لحد دلوقتي مش مستقر على التجديد ليهم. طب الاهلي هيعمل ايه؟ الاهلي هيعمل ايه؟ هل الاهلي مش هيجدد لهم؟ لا هيجدد لهم. تمام. بس هيعيرهم او يبيعهم. ماشي. يعني النهارده حسين الشحات ورامي ربيعه الاثنين كلنا مش مستقر على التجديد ليهم. تمام. الاثنين. الباقي لا مستقر على التجديد ليهم. هل دي فيها اجابه لسؤالي؟ اللي هو ايه؟ ما افتكر انت بقى لوحدك، تعتمد على نفسك، انت كبرت ولازم تفتكر. قلت على الكلام. قلت على ايه؟ على الكلام بتاعه. انا قلت كتاباته على السوشيال ميديا. اللي النادي الاهلي قال ممنوع اي كتابات على السوشيال ميديا. ليها علاقه بالموقف. بص يا كابتن، اولا الكتابات بتاعت السوشيال ميديا دي ده بيبقى قرار وقتي لما بيكون في مشكله كبيره حصلت على السوشيال ميديا، فبتلاقي الناس الاهلي يقول لك ايه، ما حدش يتكلم على السوشيال ميديا، بس ده مش في العموم. تمام. يعني ده مش قرار داخل النادي الاهلي ما حدش يكتب حاجه على السوشيال ميديا، مش كده. لا قرار كده. لا يا كابتن كان في فتره فعلا. دلوقتي كان في فتره. لا معلومه. يا عم مش بقى ستوريهات وبتاع ده، في ناس فاكره ان هي قاعده في الاهلي تلعب في سايبر من كتر اشتراط الامانه. احنا عايزين لعيبه تكسر الدنيا في الملعب. مشينا صلاح محسن ونمشي حسين الشحات، اتخنقنا. اصابه لطاهر محمد طاهر، هذه الاصابه ستبعده لمده شهر ونصف الشهر، وهي طبعا بمثابه مفاجاه لانه طاهر بقى واحد من العناصر الاساسيه اللي بيرتكز عليها مارسيل كولر، والاصابه جت في وقت دمه تقيل جدا لانه ما هياش جايه بدري شويه في وقت الراحه، ده جاي و الاهلي رجع يشتغل تاني في الدوري ورجع تاني يشتغل في الكاس، ودي بطوله كاس العالم كمان اهي يعني ايام وهتخلص يعني. وبالتالي موقع فوتبول الاسكتلندي قال لك انه هناك يعني عارضه وهناك رغبه في تعاقد نادي سلتك الاسكتلندي مع قفشه لاعب ونجم النادي الاهلي. من داخل النادي الاهلي اقدر اقول لك انه الراجل مش عايز يفرط في حد من العناصر الاساسيه، خاصه انه قفشه واحد من العناصر الاساسيه اللي بيعتمد عليها، له دور يعني، له دور كبير يعني. وبالتالي الاهلي اصلا في مرحله من مراحل الرغبه القويه والشديده في استعاده كل البطولات اللي فقدت منه، سواء اذا كنت بتتكلم على بطوله افريقيا او حتى بطوله الدوري. مع مكسب السوبر مدي حافز كبير، فما فيش اي نيه للتفريط على الاقل في اي لاعب في يناير لما الموسم يخلص، ممكن يبقى فيه كلام تاني. ده عشان تحس انتصارات الاهلي دي عامله حرقان في المزلان والشط من تحت البط، واللي هنلمعه في الفتره اللي جايه هنمرجحه. قول الخبر وانت بتضحك شويه يا جدع انت. اما بالنسبه للعيبه اللي جايه ورايحه، عندنا ثقه ما بنعتمدش مع كولر، لا يلعب بيه هنكسب بيه. سلام.